نادي بيراميدز ولعها، نادي بيراميدز ولعها. المحكمة الرياضية بعتت لنادي بيراميدز، لاتحاد الكورة، للرابطة، لنادي الزمالك، قدامكم 24 ساعة عشان تردوا علينا. كل جهة من الأربع جهات دول ترد علينا بخطاب رسمي ايه اللي حصل في مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي. عايز أقول لكم اللي بيراميدز كده يعني زي ما تقول دفع تذكرة مستعجلة، زي ما بتروح للدكتور كده وبتدفع تذكرة مستعجل، بيقول لك العادي ب50 والمستعجل ب100 او في اي حته. بيراميدز عمل كده، راحوا بسرعه وبيقول لك وكل محامي كبير، تقريبا احسن محامي في العالم في الموضوع دوت، ودخل للمحكمه الرياضيه وقدم التظلم بتاعه وقال له ان في هنا في مصر بيحصل 1 2 3، وان في نادي ما يستحقش اللي هو ياخد الدوري زي كل سنه، فهم عايزين يدوا له الدوري لانه هو انسحب وما اتخصمش منه ال6 بونت، خصم منه 3 بونت و3 نقط بس. فالمحكمه الرياضيه بعتت النهارده للاربع جهات دي، الزمالك، الاهلي، اتحاد الكوره، الرابطه، ابعتوا لي خطاب في خلال 24 ساعه علشان اعرف بالظبط ايه اللي حصل وارد عليه. وانا عايز اقول لك القرارات غالبا اللي هتطلع بنسبه 90% ان الاهلي هيتخصم منه 3 نقط، 3 بونت اخر الدوري، ودي هتكون صدمه جدا طبعا للنادي اللي هو مفكر اللي هو بياخد الدوري، مفيش غيره بياخد الدوري، واللي هو ما يستحقش الدوري اساسا. دي كانت اخر الاخبار، حبيت بس ان انا اعرفكم عليها. سلام.